فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب رمضان. غانم رمضان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبع سعده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرع الله الصيام حين شرعه لكبت النفس عن إتيان ما نهى الله عنه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى في أبسط تعريفاتها هي اجتناب ما نهى الله عنه. إذن فالمقصد من الصيام هو كف النفس عن اتباع الهوى وكف الأذى، لأن المؤمن يستشعر نهار صومه أنه في عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، فلا يليق أن يصدر منه انفعال أو سلوك لا يليق. الحرص الشارع الحكيم وصل إلى إجازة المجاهرة بالصوم، مع أن الصوم عبادة خفية والأصل إخفاؤها. ففي البخاري: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وهذا كله حرص على اجتناب الصائم لكل ما من شأنه أن يقدر صفو صومه. ولكن ما الذي يحدث اليوم؟ ما يحدث اليوم هو أشبه بمناطحة لقصد الشارع من الصوم، فرفث الصائم وسخبه يعذر فيه ويبرر تحت لافتة هو صائم، وصياحه وشتمه وتعديه على الغير ذريعته فيه أنه صائم، بل ربما تقاعسه عن أداء الفرائض يبرر تحت لافتة هو صائم، بل ربما سمي مرمضنا في صورة من تحميل رمضان نتائج أفعاله التي ما أنزل الله بها من سلطان. فيا أيها المرمضن، لا رمضان ولا الصيام لهما دخل فيما صدر منك، ولا الجوع ولا العطش مسؤولان عن أذاك لا شرعا ولا عرفا. وما تتذرع به في رمضان لو كنت خارج رمضان لتذرعت بغيره، فلا تدع خصلة ذميمة تنسيك أو تجعلك تضع الأمور في غير موضعها. رمضان ما أتى إلا ليغير من أخلاقك ويقوم من سلوكك، فإن أبيت إلا ذلك فنذكرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.